بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده ورياكت جديد النهارده مع هشام. عندي النهارده 4 اخبار كده على السريع وعلى الماشي هنقولهم مع بعض ونعلق عليهم. اول خبر معانا النهارده: الاسماعيلي بيخرج من كاس مصر على ايد نادي النجوم المتواجد في دوري القسم الثالث. واحنا طبعا عارفين سبب خروج الاسماعيلي وعارفين سبب برضو اللي هو ليه بيصارع من اجل البقاء في الدوري. طبعا الاهلاويه كلهم عارفين السبب اللي هو الاهلي ما بيلعبش في اسماعيليه. دي اول حاجه اقولها ودي اولى مفاجآت الكاس. تاني نقطه معانا النهارده: اشاعات كتير قوي طالت محمد الشناوي اللي هو مش هيلحق دوري نهائي دوري ابطال افريقيا قدام الوداد. واحب اطمن كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله الشناوي هيلحق، هينزل ان شاء الله نص الاسبوع الجاي ده التدريبات وهيلعب النهائي ان شاء الله. ومارسيل كولر نفسه بيتابع حالته مطمئن جدا، وهو اصلا الالم بتاع السمانه بتاعه يعني خلاص يعني بدأ يروح. فان شاء الله على نص الاسبوع ينزل التدريبات وان شاء الله هيكون مع الفريق الاساسي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا قدام الوداد باذن الله، اللي ان شاء الله تكون ال11 باذن الله. تالت نقطه معايا النهارده: نادي بشكتاش التركي صرح وقال اللي هم لا يمنعوا خروج المهاجم موليكا بيع ان شاء الله الصيف ده، والاهلي في الصوره، لان حتى الجرايد هناك عندهم، مش الجرايد يعني الاخبار يعني الاخبار الرياضيه عندهم هناك اعلنوا وقالوا ان الاهلي كان في الصوره ويعتقد انه الاهلي هيخش الصفقه دي. وانا متهيالي ان هو مهاجم لو جه هيكسر الدنيا مع مجموعه اللاعبين اللي عندنا. موليكا احنا طبعا عارفينه من ايام لما كان في تي بي مازيمبي. لا مهاجم ملوش حل، يعني غول غول غول. يعني انا لو حبيت اشبهه بحد، لا هو انا لو حبيت اشبهه فلافيو، لا اعلى من فلافيو، اعلى مهاري لدرجه فظيعه. طبعا بقى لعب بالراس ملوش حل، بكلت القدمين ملوش حل. لا لعيب لعيب فعلا فعلا سوبر. بس كان المقابل المادي هو المشكله، واعتقد ان هم ممكن يقربوا شويه المقابل المادي، لان هم حتى عندهم دلوقتي مهاجم اساسي اللي هو فينست ابو بكر. فعشان كده موليكا فرصه صعبه هناك شويه، فاعتقد الموضوع ده يسهل الامور على الاهلي شويه اللي هو يقدر يستعين بخدماته. امبارح النادي الاهلي طلع بيان اللي هو سحب القضيه بتاعته من مجلس الدوله، اللي هي خاصه باللجنه اللي هي بتاعت لجنه القيم اللي هي عدم قانونيتها اصلا. ففي ناس كتير مش فاهمه هي كده العقوبه هتطبق ولا مش هتطبق. طب ده معناه ايه؟ اقول لحضرتك معناه ايه. معناه ان طالما اتحاد الكوره الاهلي قال طبعا اللي هو استلم من اتحاد الكوره ان هو هيشكل لجنه، ومع اول جمعيه عموميه هيطرحها علشان تبقى الموضوع قانوني، الكلام اللي هو الاهلي يعني كان بيتكلم عليه. فدلوقتي كده معنى كده ايه؟ معنى ان اتحاد الكوره بعت الجواب ده والاهلي سحب الشكوى، يبقى كده خلاص كل حاجه اتلغت وهيبتدوا من اول وجديد بعد لما اللجنه تاخد القانونيه بتاعتها اللي هو اتحاد الكوره ينزلها في اقرب جمعيه عموميه للاستفتاء عليها. فطبعا كده لسه قدامنا بقى شويه وقت على ما نشوف الدنيا ايه، واعتقد ده رايي ان الموضوع كده هيخلص على وقف 3 4 ماتشات 5 ماتشات، وهيكون الاهلي حسم الدوري باذن الله وخدنا افريقيا ان شاء الله. ادعوا معايا. وهيكون كده كده الفريق مريح، فمش هتبقى فرقه كتير يعني. يعني من الاخر الموضوع ممكن يتظبط على كده، ومتهيألي هي اصلا يعني هي شكلها الواضح. يعني احساسي ان هي ده اللي هيحصل. بس حبيت بس اقول حاجه. في طبعا انتوا عارفين عامر العمايرة اللي هو خبير اللوائح الكبير، كان طالع بيقول ان اتحاد الكورة لو كان عنده يعني فيما معناه يعني ان اللجنة القانونية بتاعت الزمالك وبتاعت اتحاد الكورة لو فكروا شوية هيعرفوا ان طالما عدى على قرار انشاء اللجنة شهرين، حتى لو غلط، حتى لو قرار تعيينها غلط، لو عدى عليها شهرين فهي كده خلاص بقت رسمي فهمي نظمي، ومفيش حاجة اسمها اللي هي مش قانونية.
بس في يعني اراء كتير اتقالت ان لا، طالما الموضوع باطل مفيش حاجه اسمها عدى عليها شهرين 3 4. الله اعلم، هو بقى خبير لوائح واللي ردوا عليه برضو فاهمين في القانون. انا مش فاهم في القانون. فاحنا خلينا قاعدين لحد الاخر نشوف ايه اللي هيحصل. بس طالما الاهلي سحب الشكوى وكده يبقى الموضوع منتهي يا جماعه. وهنستنى ان شاء الله بقى نشوف الموضوع هيوصل لايه. وباذن الله احنا كده حلقتنا خلصت. ما تنساش تدعمني بالاشتراك وتفعل زر الجرس وتعمل لي لايك وتكتب لي كومنت. يلا، السلام عليكم.